النهارده العصير بتاعنا خفيف جدا، هو التمر باللبن ومقاديره موجوده في كل بيت الفتره دي عشان رمضان، ومفيش بيت بيخلى من التمر، كلنا بنكسر صيامنا عليه. يلا بقى جربوه، صلوا على النبي في الكومنتات كده وقولي لي ايه رايكم. المقادير: معايا كوبايه لبن، دي الكوبايه المعياريه اللي بعاير بيها. معايا هنا موزتين، وزي ما قلت لك قبل كده قطعي الموز قبل العصير على طول عشان ما يسودش وعشان يبقى فريش كده وصابح. ومعايا هنا التمر اللي هو الطري، مش البلح الناشف اللي بنبله في ميه في رمضان. التمر طبعا احنا عارفين ان هو التمر واللبن سنة عن نبينا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، وحلو جدا ومفيد. احسن مشروب تعمليه على طول في الفطار التمر باللبن. يلا بينا نبدأ. جبت الخلاط وهنزل بالموز، وبعد ما حطيت الموز هحط البلح. تحطي بقى من 7 تمرات ل10، لو انتي بتحبيه قوي قوي يعني تحطي 10 تمرات. واختياري بقى، انا مطلعتهاش في المقادير. معلقه عسل، تقدري تحطيها او تكتفي بالبلح بس، تكتفي بالتمر، هو كمان بيبقى مسكر وحلو بس احنا بنزود له القيمه الغذائيه بتاعته. واخر حاجه بقى احطها كوبايه اللبن. وهنبتدي دلوقتي بسم الله نشغل الخلاط. خلاص هنصب العصير بس كده، خلصنا العصير، ما خدش مننا وقت، له قيمه غذائيه كبيره جدا، مفيد للكبار وللاطفال. بنكسر صيامنا عليه وبعد كده بنصلي ونفطر. جميل جدا، جربوه بقى وقولي لي ايه رايكم.